ادي امامنا هنا بنشوف البدايه. لاعب اللي بيحمل رقم 25 اللاعب طبعا موداو اللاعبين المميزين، لكن خلي بالنا من رقم 33. وادي امامنا انطلاقه، شوف الضغط هنا وادي الاستلام، الكرات اللي بيحاول من خلالها مايما اللي بيشترك النهارده التعديل الوحيد مكان اللاعب موكليني. وادي التسديده القويه، الهدف الاول، التسديده القويه والهدف الاول مارسيلو إليندي. المتقدمين بالهدف اللي جابه اللاعب مارسيلو إليندي، برافو. ودي كره مقطوعه، محمد شريف التعادل لسه بقول لحضراتكم، حارس المرمى بيطلع الكره بشكل خاطئ، الضغط رائع في اللقطه الماضيه. وكذلك ايضا خالد عبد الفتاح. موديبا ركله ركنيه هنا، الكرات الثابته خطيره، الكرات الثابته لهذا الفريق. موديبا ترجع الكره لكن على طول الكندوسي اللاعب الجزائري، خطيره هنا زواني، خطيره الكره الثانيه، خطيره الكره الثانيه. بص هنا طالع تكشف التسلل وفي الروح المعروفه. ودي المحاولات والتسديدات القويه المره دي، ما يسدد لكن على طول المره دي الدفاع، كرات البعيده مش ممكن الكره القويه اللي فاجئ بيها الجميع امامنا هنا ويسجل الهدف الثاني. كره طبعا يعني فيها خطا في الرقابه، لم يحسن محمد الشناوي التعامل مع الكره ولم يتوقعها، وياتي الهدف الثالث. علي بيرسي تاو يفتح في الجانب اليمين، بيرسي تاو لكن مين معاه، يضطر للفردي، عنده الفردي الحلوه، عدى بموديبا، ممكن يطمع ويسجل بيرسي تاو، ممكن يدفع. شفت الدفاع بدنيا ما كانش في افضل حالات الشوط الاول، لكن بنوع من الالتزام وتنظيم الخطوط اعاد الترابط، فبدات تحس ان الاهلي على المستوى الجماعي غير الشوط الاول تماما. خطيره تفوز انك تخسر، لكن امامنا هنا ممكن هدف خامس عن طريق اللاعب اللي بيسجل امامنا على النتيجه اثناء الاعاده.